بعد ما الأب مات، حسنين اللي هو كان أصغر إخواته كان لسه طالب في الثانوي. يروح حسنين الجنازة ويبص على الناس، وكان مهتم جدا إنه ناس تكون شيك ولابسة بدل سودة، والجنازة بتاعت أبوه تبقى جنازة فخمة. كان يهمه جدا الشكل الاجتماعي، وكأنه الحزن لازم يبقى أنيق. مامته تقول له من النهاردة مفيش مصروف، ولازم تاكل في المدرسة عشان توفر أكلك في البيت. حسنين بقى مكسوف ياكل في المدرسة أكل الحكومة ويبان فقير قدام صحابه. كانت علاقته ما بين كل اللي حواليه قايمة على المصلحة. كان شايف نفسه طاووس مفتول العضلات، طويل وسيم. أخوه حسن اللي كان بلطجي كان بياخد فلوسه عشان يدفع الكلية بتاعته، يدفع مصاريف الكلية الحربية، بس في نفس الوقت كان متضايق جدا إن أخوه حسن عايش بلطجي وعايش مع العاهرات. أخوه حسين لما يخلص الثانوي وكان نفسه يدخل الكلية، يشجعه إن هو يشتغل عشان هو اللي يدخل الجامعة، هو اللي يدخل الكلية الحربية، هو اللي يبقى ضابط. أخته نفيسة كانت بتشتغل خياطة وكان مستعر منها، بس ده ما يمنعش إنه ياخد فلوسها عشان يعزم بيها حبيبته اللي هي كانت بنت الجيران. بنت الجيران نفسها كان بيحبها لغاية ما دخل الكلية الحربية، وكان نفسه يقرب منها جسديا. كان يفكر كده ويقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بس هي ما كانتش بتخليه يلمسها، وده كان بيجننه. واول ما خلص الكليه الحربيه فك خطوبته معاها لانه لقى ان مستواه اعلى منها. وبعد كده يروح يخطب بنت الباشا، بس الباشا وبنته يرفضوه عشان اصله المتواضع، وطبعا عشان اخوه حسن بلطجي واخته نفيسه خياطه. الدنيا تسود في عينيه. شويه ويجي له مكالمه من البوليس يعرفوه انه نفيسه اتمسكت في بيت مشبوه. يا دي الكارثه، اخته نفيسه اتمسكت في بيت مشبوه. بقى نار بتاكل في قلبه، خايف من الفضيحه. ياخد نفيسه لكوبري قصر النيل ويشجعها انها تنط عشان تغسل عارها، بس بعد ما تنط نفيسه يزعل عليها، وفي نفس الوقت خايف من الفضيحه، خايف انها تتعرف ان اتمسكت في مكان مشبوك وانتحرت. يقف هو كمان على الكوبري ويرمي نفسه. فاختيار نجيب محفوظ لاسم حسنين ما كانش بالصدفه، وكأنه كان في صراع جواه، صراع ما بين إمكانياته وما بين الواقع، صراع ما بين طموحه وما بين الفقر. واللي كان نفسه يبقى فوق الكل بقى في القاع، واللي كان نفسه يعيش في الجنة بقى في الدرك الأسفل من النار.